السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في برنامج مايك المدرج. مع تبقي أقل من شهر على بداية بطولة كأس آسيا في الدوحة، جينا درب الساعي عشان تشارك معلومات تخص المنتخب القطري. بنسأل الناس أسئلة واللي يجاوب صح بيفوز معانا تذكرة افتتاح كأس آسيا بين قطر ولبنان. حياكم معانا. بسألك سؤال، إذا جاوبت تحضر معانا افتتاح كأس آسيا، بس أول شيء بتشجع ولا لا؟ اشجع عليه أكيد. اكيد صوت عالي. اكيدين إذا لين يلا. سؤالي، كم مرة فاز المنتخب القطري بكأس الخليج؟ مرة ولا مرتين ولا ثلاث؟ مرة غلط. ثلاث ولا ثنتين؟ مرتين. اوه بعد غلط. ثلاث إجابتك صحيحة. بس بتشجع ولا؟ اكيد. كأس آسيا 2023 بيكون الاستضافة الثالثة لدولة قطر لبطولة كأس آسيا. قبلها استضافوها مرتين. عطني السنة اللي قبل هالسنة، قبل الاستضافة هذه. الاستضافة الثانية هي بين 2010 و2015. نقول 2013. جاوبتك غلط. زين يلا بعطيك خيار. 2012 2011 2014. 14. إجابتك غلط للأسف. إذا ما خاب ظني 2011. 2011 صح. إجابتك صحيحة. من هو أكثر لاعب مشاركة مع المنتخب القطري؟ حسن الهيدوس، خوخي أبو علام، مبارك مصطفى السنياري. مبارك مصطفى غلط. بين حسن من؟ حسن هيدوس. صح. حسن هيدوس. حسن الهيدوس. إجابة صحيحة. من هو هداف المنتخب القطري التاريخي؟ حسن الهيدوس. غلط. بعطيك خيارات. أكرم عفيف، معز علي، خوخي أبو علام. خوخي ابو علام. إجابتك غلط للأسف. لا المعز علي. المعز علي. كم مرة فاز المنتخب القطري بكأس آسيا؟ ممكن اختيارات. زين يلا بعطيك اختيارات. مرة واحدة، مرتين، ثلاث مرات. مرتين. غلط. يلا باقي مرة وثلاث مرات. 3 مرات. بعد غلط. كم مرة فاز المنتخب القطري بكأس آسيا؟ مرتين. مرتين. غلط. شلون ثلاثة؟ شلون ثلاثة؟ حمد كم؟ مرة. صح. حمد صفقة حق حمد، صفقة حق حمد، صفقة حق حمد. مرة واحدة. ليش تقول مرتين؟ مرة واحدة. صح. كم مرة فازت قطر بكأس آسيا؟ مرة واحدة. صح. بطل تستاهل.